بيان صادر من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بخصوص الحدث المسيء في افتتاح أولمبياد باريس 2024. تعرب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تودروس الثاني عن استيائها واستنكارها البالغين مما تضمنه حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 من تجسيد مشهد العشاء الأخير للسيد المسيح مع تلاميذه، والذي أسس فيه سر الإفخارستية، أقدم وأقدس أسرار الكنيسة وممارساتها على الإطلاق. المؤسف أن الطريقة التي قدم بها هذا المشهد تحمل إساءة بالغة لأحد المعتقدات الدينية الأساسية التي تقوم عليها المسيحية. ومن العجيب أن نرى هذا المشهد في افتتاح الأولمبياد في الوقت الذي تتعارض فيه مثل هذه الأفعال مع ميثاق الأولمبياد والقيم الأساسية المعلنة له، التي تدعو له احترام المبادئ الأخلاقية العالمية الأساسية وقيمة تقديم القدوة الحسنة واحترام الجميع دون تمييز، وهو ما رأينا عكسه في حفل الافتتاح المذكور، في سبيل دفع أجندات فكرية بعينها تخدم تيارات لا علاقة لها بالرياضة التي ينبغي أن تجمع لا أن تفرق. إن هذه الإساءة تستدعي اعتذارا واضحا وجدا من الهيئات المنظمة لأولمبياد باريس 2024 لكل المسيحيين الذين استاءوا من هذا المشهد المؤسف الذي شاب ما كنا نظن أنه عرس رياضي عالمي من شأنه أن يدخل الفرحة والبهجة على قلوب جميع المشاركين والمشاهدين، مع ضمانات كافية لعدم تكرار مثل هذه التصرفات المسيئة. نصلي أن يحفظ الرب السلام في كل العالم ويحمي الإنسان والإنسانية من كل شر. الأحد 28 يوليو 2024 ميلاديا.